الحاجة غلت عند البقال النهاردة يا مكسيكي. كل السلع غلت بعد السولار ما غلي يا مكسيكي. الحاجة اللي متخزنة اللي هي ما جاتش جديد، يعني التجار ما اشتروش جديد، ده هي الحاجة القديمة غلوا أسعارها. ايه رأيك يا مكسيكي في اللي احنا فيه، في البهدلة اللي احنا فيها؟ وكمان هو مش بقى فيه دولار في السوق والبنوك وبتاع، الدنيا ما نزلتش ليه؟ مش سبت سعره 50 بعد ما كان 30 اللي هو في أساسه 7، وفرحنا يعني واكلين على قفانا وفرحنا وقلنا خلاص الدنيا هتزهزه، وانت طلعت قلت كده مفيش حاجه، الدنيا غليت تاني وهتغلى تاني. ايه بقى؟ طب الحكايه دي ما كانتش حكايه دولارات من الاول واتحسبت غلط؟ ولا الفلوس جت وما دخلتش؟ ولا في ايه؟ طب في حاجه غلط؟ ما هي يا مش دولارات من البدايه، يا الفلوس دي احنا لسه ما قفشناهاش. ما هو يا اما من بره محدش فاهم. فين الغلط؟ فين الغلط؟ وايه سلسله الحرائق اللي دايره في البلد دي؟ كل شويه حته تولع، وانا مش هنخلص من شغل العصفوره. بص العصفوره يا حلوه شوفيني والجو ده، وناس وطالع كام واحد كده لا مؤاخذه يقول لك اصل صابر المداح التعويذه اللي قالها مش عارف في المسلسل هي اللي فتحت علينا بيبان الشيطان. يا راجل، طب الشيطان بريء من اللي انتوا، قسما بالله الشيطان من الشيطان قاعد على جنب بيسقف لكم. شيطان ايه؟ الشيطان مربوط وانتوا بتعملوا نوايب باسمه، يعني الراجل مفكوك ملطوط مربوط ملطوط. دنيا خربت يا مكسيكي. الفلوس فين؟ ولا الدنيا دي ولا انت حاسبها غلط ولا ايه يا مكسيكي؟ باظت استر علينا يا رب.